دقيقة كروية عن الأهلي والزمالك. طبعا فريق الزمالك فريق صعب تقييمه في الفترة الحالية، لأن في تراخي في لعب اللاعبين برغم توفير كل شيء بالنسبة لهم، لكن الحافز المعنوي مفقود، والحافز في الملعب ضعيف، لأن اللعب على الأطراف أهدر اللعيبة مع التغييرات الجديدة في التكتيكيات بتاعت زمان، فلازم يلعبوا أفضل من كده. أما بالنسبة لنادي الأهلي فهو بيلعب كرة يعني بطريقة جماعية جيدة المستوى، لكن مفيش القوة على الأداء برغم توافر كل شيء. لازم الفرقتين يلعبوا بروح من الاجتهاد أكتر من كده علشان يحققوا للكرة المصرية التقدم، وربنا يوفقهم جميعا. مع تحياتي بونجك سيكي العربي العالمي.